متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. هتكلم النهارده عن مصر بتعمل ايه في ليبيا. عايزين تعرفوا؟ خليكم معايا لاخر حلقه. وقبل ما اتكلم يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس مهم جدا بالنسبه لي. هتكلم في الموضوع ان في 38 شركه مصريه بتشارك في اعاده اعمار ليبيا. وفد مصري بيضم 38 شركه بيتوجهوا لليبيا النهارده يوم السبت 12 اكتوبر للعاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي. بيتم عدة لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة على إعادة إعمار ليبيا. الشركات المصرية المتجهة لليبيا بتعمل في جميع القطاعات، على رأسها الأخشاب والحديد والصلب والفنادق والصناعات المعدنية والملابس والشركات الرقمية. الشركات المصرية دي مشهورة بالخبرة وبالمهارة. هتوفر فرصة عمل للمصريين 3 مليون مصري خلال 3 سنين مقبلة، وكمان المشاريع دي خير كمان للليبيين هيشتغلوا ويبقى فرصة عمل ليهم كمان. غير كده، غير الشركات دي احنا عملنا برضو بنية تحتية وجددنا الطرق بتاعة ليبيا، وجددنا كمان مدينة درنا اللي في ليبيا بعد ما كانت غرقانة بمية السيول وكده. اقول لكم كمان حجم اقتصاد ليبيا. 51 مليار دولار. عدد سكان ليبيا 6.9 مليون نسمة، عدد صغير قوي. هي بلد مساحتها كبيرة مش صغيرة. البلد دي ليبيا 5 أكبر احتياطي نفط في المنطقة العربية. هي بلد يعني غنية بالنفط، أكبر احتياطي نفط في المنطقة العربية، هي الخامس، رقم 5. وفي كمان تقارير اقتصادية قدرت تكلفة إعمار ليبيا 570 مليار دولار. هتتكلف 570 مليار دولار. كمان حاجة تانية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لليبيا سجلت 1.6 مليار دولار سنة 23 السنة اللي فاتت. أما سنة 22 كانت 1.1 مليار دولار، يعني ارتفعت بقدر 48%. أما الواردات المصرية من ليبيا 61.7 مليون دولار. ده في سنة كام؟ سنة 23، مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة في 22، انخفاض نسبة 28%. في تبادل تجاري كمان بين مصر وليبيا تصل ل1.7 مليار دولار خلال سنة 23، مقابل 1.2 مليار دولار خلال 22 سنة 22، يعني نسبة ارتفاع 42%. شركات مصرية كتير بتروح تعمر في كذا دولة عربية وفي كذا دولة أفريقية، عشان الشركات المصرية مشهورة بالخبرة وبالمهارة العالية. في آخر حلقة يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا شير كتير ولايكات كتير وتتفرجوا على الفيديوهات القديمة واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.